لعمل فيديو مراحل التشطيب عبر الذكاء الاصطناعي نقوم بالتالي: ندخل شات جي بي تي، نضغط على القائمة استكشاف نماذج جي بي تي، نكتب فلور ترانسفورميشن، ندخل النموذج التالي، نضغط على إبداء الدردشة، نكتب اسم الغرفة المراد تشطيبها، مثلا مطبخ. سيعطينا الآن الستوري بورد، وهو نوعين من البرومت، الأول برومت صور والثاني برومت تحريك. نقوم بنسخ أول برومت صورة من هنا، نذهب موقع جيميني لتوليد الصور، نضغط على إنشاء صورة، نضيف برومت الصورة ثم إنتر، ننظر حتى تظهر الصورة، ثم نقوم بحفظها بالجهاز. نقوم بنفس العمل مع باقي الصور الثلاث. قبل أن نكمل، هذا التعليمي هو جزء بسيط من كورس الذكاء الاصطناعي من فيكس كود. بتتعلم صناعة صور وصوت وأفلام وإعلانات ومواقع إلكترونية عبر الذكاء الاصطناعي. تعلم معنا لأننا متخصصون. الآن نفتح موقع ديزاين أرينا لنقوم بعمل التحريك. نسجل فيه، ثم نختار فيديو. سنستخدم تقنية فريم ترانسفورميشن. نضيف صورة أول فريم وصورة آخر فريم. نرجع إلى شات جي بي تي، نذهب إلى أول برومبت لتحريك الفيديو. نرجع إلى ديزاين أرينا، نلصق البرومبت ثم إنتر. ننتظر قليلا. ظهرت لنا نتيجتان من موقعين مختلفين، A و B. نشاهد النتيجتين. هنا يتيح لك التصويت لاختيار النتيجة الأفضل. أنا سأختار A لأحملها. نقوم بتحميل الفيديو من هنا. نقوم بنفس الخطوات لتحريك الفيديو الثاني. نرجع إلى شات جي بي تي، نقوم بنسخه. نرجع إلى ديزاين أرينا، نلصق البرومبت ثم إنتر. ننتظر الفيديو. بعد أن أتممنا إنشاء الفيديوهات، نذهب إلى موقع مونتاج لدمجها. ندخل كاب كيت، نختار فيديو جديد، نحدد على الفيديوهات اللي أنشأناها بالترتيب، نضغط على إضافة، وها قد أصبح مشروعنا جاهزاً. إذا لم تشترك في كورس الذكاء الاصطناعي من فيكس كود، فأنت تضيع المستقبل.